وفاة مواطن أردني لدى اعتقاله من قبل شرطة الهجرة في ولاية فلوريدا. وزارة الأمن الداخلي أعلنت عن وفاة حسن صالح، يحمل الجنسية الأردنية، عمره 67 سنة، في ميامي، أثناء طبعا اعتقاله عن شرطة الهجرة. تم اعتقاله في 14 سبتمبر 14/9/2025، والوفاة حدثت في 11 أكتوبر 2025. وزارة الأمن الداخلي أعلنت في 15 أكتوبر عن هذه الحالة، وقالت أنه توفي في المستشفى نتيجة طبعا سكتة قلبية، وهو يعاني من أمراض مثل الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم وأيضا السكري. أصيب بالحرارة وتم نقله للمستشفى، لكن ما قدروا يسعفوه وتوفى. الآن وزارة الأمن الداخلي أخبرت القنصلية الأردنية في واشنطن، وكمان أعلمت الكونغرس الأمريكي بهذه الحالة. تفاصيل هذه القضية أنه هذا الشخص دخل أمريكا عام 1994 على فيزا زيارة، وبعدها أخذ الجرين كارد في نفس السنة، لكن في 2018 حكم عليه بالسجن لمدة سنتين بسبب قضية فود ستامب، وسيعني أمروا بترحيله في عام 2020، لكن أفرجوا عنه إفراج يعني تحت المراقبة. وفي طبعا عام 2025، أي قبل شهر تقريبا، تم اعتقاله عشان يرحلوا عن الولايات المتحدة، لكنه للأسف توفي داخل هذا المعتقل. تعزينا لعائلته، والآن أكيد بكون هناك إجراءات بخصوص هذا الموضوع.